سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في المفتي الذي يقول لا يغسل الميت إذا كان طاهرا ونظيفا، وإنما يكفن ويصلى عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كي وصلنا حتى للموتى، حسد الحيين زادوا حسد الموتى. أولا هذا ليس مفتي، هذا جاهل، هذا جاهل مجهال جهول جهل. وإذا كان هذا تابع لوزارة الشؤون الدينية ارفعوا أمره إلى مدير الشؤون الدينية، أو ارفعوا أمره إلى الوزارة حتى تعرفوا وتسمعوا ويعيطوا له، ويجلس مع هيئة علمية محترمة من العلماء ويسمعوا منه هذا جاهل فعلاجه العلم. خدعوه فتاوى مستوردة يصحوا له، صابوه متعنت وراسه يابس ومبتدع وروحه بتاع درع، يقولوا الناس ما يغسلوش الموتى، يعاقب يعاقب. خلاص هذاك الوقت تاع افتي وش حبيت، قول وش حبيت. انا شفنا هذا افتي وش حبيت وين وصلتنا. جزائري ولا يذبح خوه، يقتل خوه، يدير قنبلة في المسجد، يحرق جامع، ولا نسيتوا الفتاوى وين وصلتنا، نسيتوا الجهلة وين وصلونا، ولا حبيتوا تنساو؟ نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. كاين هذا الجاهل هذا المفتي، كون غير قلت لي اسمه باش نتذكروه على الملأ باش يعرفوه الناس فيحذروه. هذا الجاهل قالوا من الميت إذا كان نقي طاهر، نقي هو يقصد، ما كان له يتغسل، يكفنوه برك. لو كان زيت نحيت له الكفن على خليت له الكفن، قال إذا كان لابس كوستيم حطه كرافاطة بلوم ادفنوه بالكوستيم تاعو كرافاطة. أو كيفاه؟ كاين كوستيم تاع 150 مليون، تنحي له نتاع كوستيم باش دير له كفن تاع 60 70 ألف، ولا ما نعرفش على يدير 200 ألف ولا. لو كان غير كملت هكذا، قال خلاص ما دام نقيقي خلاص ادفنوه بتقاشوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كاين أطهر من سيدنا رسول الله؟ جاوب. يا أبو خليطة جاوب، بزر بنا نسناو فيك. كاين أطهر وأنظف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ من طهارته أن جبريل كان ينزل عليه. جبريل ينزل عليه، والملائكة لا تنزل إلا على طاهر، ولا تدخل إلا إلى طاهر، ولا تخاطب إلا طاهر. رسول الله الذي علم العالم الطهارة، العالم علموا الطهارة، حتى وصل الصحابة تاعهم يقول لهم تاكل بصل ما تجيش للجامع، الجامع وما أدراك، الجمعة وما أدراك، زيد الصلاة مع رسول الله وما أدراك، في الحرم المكي ورسول الله هو الإمام. قال لهم لي ياكل بصل ما يجيش، تاكل التوم نيع، امك فيها ريحه شويه ريح ما تجيش. الجمعه كاع نحاها لك على جال الطهاره باش ما تاذيش المسلمين. ليس هناك اطهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي غسلوه. اذا القضيه ما عندهاش علاقه بواحد نقي مقيقي ما نغسلوش. وين جبت هذه الفتوى؟ وين صبت هذه الفتوى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بعتوا لي اسمه هذا الله يرضى عليك. الأمر بغسل الميت أمر تعبدي وليس لنجاسة الميت. سمعتوها؟ نعود. الأمر بغسل الميت أمر تعبدي وليس لنجاسة الميت، لأن المسلم لا ينجس حيا أو ميتا. المسلم عمره ما يكون نجاسة، ولو وروا على جنابه ماشي نجاسة. المسلم ماشي نجاسة. الكافر نجاسة، ولو راهو غاسل الريحة وداير العجب، ما دام كافر يعبد بقرة ولا يعبد سيدنا عيسى عليه السلام ولا يعبد صنم ولا ملحد فهو نجاسة.
شفتوا باللي الطهارة والنجاسة ماهيش قضية بدنية وتعبدية. الأمر بغسل الميت أمر تعبدي وليس لنجاسة الميت، لأن المسلم لا ينجس حيا أو ميتا، وقد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه طاهر حيا وميتا، وحكمه أنه فرض كفاية وقيل سنة كفائية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قولوا رضي الله عنها ولا رضي الله على من يسب السيدة عائشة، لا رضي الله عنها من يسب السيدة عائشة. وإحنا الحمد لله ما كاش بيت في الجزائر ما فيش عائشة، وسنسمي عائشة ونحب عائشة لأنها أم المؤمنين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اسمع، تعلمك في دينك. لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كي جاوا يغسلوا النبي، حاول الصحابة حاجة ما مش عارفين كيف يديروا، قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. الصحابة حاول رسول الله ميت، واش نديروا؟ نحولوا حوايجه ونغسلوه كيما نغسلوا الموتى تاوعنا، ولا نغسلوه فوق ثيابه؟ حاصلين ما مش عارفين واش يديروا. اسمعوا ربي كيف يبعث لهم الجواب: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم. اختلفوا ربي ألقى عليه، رقدوا كاع كيما راهم، كاع الصحابة اللي قاعد يلتم جاهم النعاس. ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره. ربي أعطى لهم النوم شديد حتى الذقن تاعو في صدره، تقول شربوا الدواء تاع الرقاد كما يقولوا. ما رجل إلا وذقنه في صدره. ثم يكلمهم مكلم من ناحية البيت، سمعوا هتاف، فطنوا هتاف قوي من ناحية البيت. واش يقول لهم؟ لا يدرون من هو، صيحة من جانب البيت أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. الصيحة هذيك تقول لهم غسلوه وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص. رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أما هذا المفتي الجاهل اللي راهو يقول باللي الميت إذا كان نقي ما كان نغسلوه، نكفنوه برك وندفنوه ونصلوا عليه وندفنوه، هذه فتوى باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام طاهر حيا وميتا وغسله الصحابة، وأنا علاه نخاف هذه الفتاوى لأن يبدأوا حبة حبة. اليوم يقول لك إذا واحد كان نقي طاهر ما كان له نغسلوه، ومن بعد يجي واحد آخر يزيد لها يزيد لها جناحتين، يقول لك وإذا كان صالح تاقي مصلي ما كان نصلوا عليه، ومن بعد يجي جاهل واحد آخر يزيد لها ريشة واحدة أخرى، يقول لك إذا كان لابس حطة ويلبس الماركة علاه لبسوا له الكفن، ندفنوه في اللباس نتاعو. وحبة حبة حتى ينحيوا الشريعة كاع. فهمتوا كيف ينحيوا كاع الشريعة؟ كي ولينا إنسان يدخل في الإسلام، راكو تسمعوا إنسان يدخل في الإسلام كافر، دخل في الإسلام، يجي ليه واحد جاهل من هذو أبو خليطة هذوما يقول له نصوم لك في مكانك وخلصني بالأورو 30 يوم، أنت ما تغش تصوم أنا نخلصك، وأنت أنا نصوم وأنت خلصني. وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.